الحمد لله بزافا بزاف، والصلاة والسلام على رسول الله، لا جاه إلا جاه سيدنا محمد. الله معك أيها الجاه العلي، ونم اللعيبات الجديدة بميكتها، وكل جديدة بميكتها دصارة، وكل دصارة داخ ودوخ، وكل داخ ودوخ في العافية. أما بعد أيها العشران، والله عندي معلومات لو علمتم منها القليل لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. سبحان الله، في هذه الأيام، والله في هذه الأيام التي من المفترض أن الإنسان الآن تفقه في دينه، والله ليس له الآن أي عذر شرعي أو دنيوي أو اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي، ليس له أعذار. يعني الإنسان اليوم والله بنقرأ على زر الفأرة الأيمن والله يخرج من المعلومات الكثير، والله يخرج أكثر من 1000 حديث. وكان أهل السلف سابقا والله يركب على حماره ثم يسير المسير مسيرة 1000 عام، يسير ويسير يبحث عن حديث واحد سندا ومتنا، حديث واحد يسير من أجله المسير الطويل، والله شهور وهو على حماره يبحث عن حديث. والآن شباب هذه الأمة يبحثون عن حديث النساء وصور النساء والخلاعة والإباحة. ثم تقول أخت، والله سمعت أختا لو سمعها ملاك من ملائكة الله عز وجل لنزل الآن العذاب بهذه الأمة، والله لو سمعها جبريل لقصت أجنحته. والله تقول هذه الفتاة أنها لا تشاهد أفلام إباحة لكنها تشاهد النتفليكس. والله لا أعرف ما هذا النتفليكس، والله سألتها ما هذا النتفليكس، وكانت هذه الفتاة محجبة تقول أنها تشاهد النتفليكس. فقلت لهم أروني النتفليكس، أدخل على النتفليكس فشاهدت من المشاهد ما يتزعزع له عرش الرحمن المنان، مؤخرات، نهود، مراود، قضبان، لحس وشفط وقبلات معلبة في شكل جميل، معلبة تتفرج على الفيلم هكذا. أنا أحب أفلام الأكشن، والله أحبها لأنها تشجع الشباب على الجهاد وعلى القتال، فأنا أشاهد فيلم أكشن فيه حركات وفيه رصاص وفيه قتال وفيه سيوف وفيه سياحة في سبيل الله. ثم يخرج علينا البطل وفي يده فتاة جميلة، فأقول لا بأس، ربما هذه أهله، ربما هذه بنته، فيقبلها ثم يضع يده على صدرها ثم يتحسس بيده مفاتنها، وأنا الآن في نظرة الفجأة والله، والعهدة على الراوي، فأنا الآن في نظرة الفجأة. كل هذا في ثانية، ثم تشاهد ما لم يشاهده. سبحان الله، والله نفس قصص يندى لها الجبين. والله إن كان في قلب الإنسان إسلام وإيمان، قصص يندى لها الجبين. فهذا الأخ يقول أنه شاهد سلسلة من هذه المسلسلات الفاجرة الداعرة على نتفليكس. هذا النتفليكس والله مؤامرة ضد الإسلام، مؤامرة. تجد شبابنا اليوم يقضي من الوقت طيلة اليوم وطيلة الليل قيام ليل. سبحان الله، هذا مآل هذه الأمة، قيام ليل على النتفليكس، قيام.
ولو صلى ركعة أو ركعتين أو ركعات 3 لوجدها حسنات وأجر يوم القيامة. يقضي الليلة طيلة الليل يقضيه في مشاهدة مسلسلات على النتفليكس. فيقول هذا الشاب، يقول أن هناك مسلسل اسمه كاسا دي بلبل. فهذا الكاسا دي بلبل هو مسلسل يقول أن جماعة عصبة من الناس دخلوا إلى مكان فيه أموال وسرقوا هذه الأموال. فعندما سألته يا بني لماذا تتفرج على مسلسلات فيها السرقة والعياذ بالله وفيها من الفساد والعري الكثير، لأني شاهدت بعض المقاطع نظرة الفجأة. فيقول هذا الشاب يقول أنه يشاهد هذا المسلسل ليتقوى على الجهاد ويخطط للقضاء على أعداء الله وسرقة أموالهم وتكون غنيمة للإسلام والمسلمين. سبحان الله. فسألته عن هل هو الوحيد الذي يشاهد هذه المسلسلات؟ قال لا، قال عنده أصدقاء كثير، إخوة كثير، واحد منهم اسمه برلين. قلت يا سبحان الله، والله برلين ليس اسم من أسماء المسلمين. فقال برلين تأسيا بممثل اسمه برلين. سبحان الله. وهذا الشاب يشاهد المسلسلات الإسلامية والأفلام الإسلامية ولم يخطر بباله قط أن يسمي نفسه خالد بن الوليد أو عقبة أو أبو رواحة أو نواحة أو أبو كحة، لا، ولكن يسمي نفسه برلين، والآخر اسمه كاريزما. نسأل الله عز وجل أن يثبته على هذه الكاريزما حتى يجلس عليها يوم القيامة، ثم يعرف ديك الساعة واش غادي تنفعو ديك الكاريزما ولا لا. والله أصبحت أتكلم الدارجة من كثرة المآسي التي حلت على هذه الأمة. أما الآخر فاسمه الحزاق، الله يهزولك، حزاق، سبحان الله. والله لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما آلت إليه هذه الأمة لرفض الرسالة، والله لرفض الرسالة، ولقال لجبريل عد إلى ربك لا أتحمل هذه الأمانة. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل شباب البالتوك منا، لا إله إلا الله.